هاد المراه اللي كتشوفو تخلى عليها ولدها ومشى لواحد البلاد واحده اخرى يعيش فيها بسبب الشكل ديالها، ولكن قبل ما يموت خلات ليه واحد الرساله من اللي قراها بكى الدم ماشي الدموع. ولكن بعد فوات الاوان. قبل ما نبداو القصه ديالنا ما تنساوش تشتركوا في القناه وتدعموني بلايك وتخليوا لي تعليق الى عجبكم المحتوى. طبعا قصه اليوم كتبكي وكتدور الاحداث ديالها على واحد الام اللي ضحات بكل ما عندها على قبل ولدها اللي ما حش بيها. القصه بدات ملي واحد المراه رزقها الله بواحد الوليد وسماتو سعيد. مات راجلها اللي ما خلى ليها والو هي وولدها، كان عليها تخدم باش تقدر تعيش وتعيش ولدها. هاد المراه كانت مسكينه عوره، عندها غير عين وحده، اللي مشات عنده باش تخدم ما كيقبلهاش، خصوصا اللي كيشوفوا معاها ولد صغير. بقات كتقلب حتى لقات واحد السيد اللي خدمها في واحد المحل ديال المسمن والحرشه. كانت كتخدم بالليل في دارها وفي النهار كتمشي تخدم في المسمن والحرشه بلا ما تقول عييت، باش ولدها يقرا ويوصل ويحقق داكشي اللي ما قدرتش هي تحققه. كبر ولدها ودخلته للمدرسه، وحيت كانت كتخاف عليه بزاف كانت كديه وكتجيبو من المدرسه. في الاول كلشي كان مزيان، ولكن واحد شويه بدا كيتغير، ولات كتحس بيه كيكرهها وكان كيحشم ملي كتمشي تجيبو من المدرسه، حقاش كانوا الوليدات كيتنمروا عليه وكيقولوا ليه امك عوره وكيسميوه بولد العوره. كبر الحقد في قلبه على الام ديالو، ولكن هي كانت كتواسي راسها وكتقول دابا يكبر ويفهم وغيتبدل. ولكن هاد الكره كان كيزيد كل ما كبر. واحد المره قال ليها انا كنكرهك، عشت معاك معذب بسببك، كلشي كيضحك عليا. قالت ليه انا ضيعت حياتي على قبلك باش انت تقرا وتوصل، هذا هو الجزاء ديالي. قال ليها كون غير انت اللي متي في بلاصه بابا. بكات مسكينه وسامحات ودعات الله يرد بيه. دازت الايام وبقات الام كتعاني معاه حتى كبر، وملي كبر تخرج وخدم في واحد المنصب كبير في الدوله كمهندس دوله، وهما يصيفطوه في واحد البعثه لفرنسا. نهار اللي سمع بلي راسو غادي كان فرحان وما دارش موراه، وملي مشى انقطعت الاخبار ديالو على الام مسكينه. ملي ما بقاش محتاج ليها نساها وخلاها. بقات الام بوحدها حتى كبرات، وهي كتدعي ليه وما عمرها ما دعات عليه، كتطلب ليه الهدايه دائما، وكتشد التصاور ديالو وكتبكي وكتبقى تهضر مع التصاور ديالو. اما هو فمشى تزوج وعيش حياته هو ومراته. ام مسكينه كانت غاده واحد النهار وهي تلاقى مع واحد صاحب ولدها، وهي تقول ليه عافاك بغيت نسولك واش عندك شي خبر على سعيد ولدي. قال لها سعيد راه مشى من فرنسا مشى لامريكا وراه تزوج وعنده 2 بنيات دابا. قال له نفرحك هاد الايام راه كاين هنايا في البلاد. قالت لي عافاك عطيني العنوان فين كاين، راني بغيت غير نشوفه ونشوف بناته. عطاها العنوان ومشات مسكينه بداكشي اللي عندها وتقدات ليهم الكادوات ومشات. ملي دقات عليهم في الباب تصدم، ما عرف راسو باش تبلا. قال لها كيفاش عرفتي العنوان ديالي وشكون اللي نعت ليك هنايا؟ قالت ليه راه صاحبك اللي قالها ليا. جات مراتو اللي ما كتعرف على الام ديالو والو، قالت ليها شكون انتي؟ قالت ليها انا راه الام ديال سعيد. المراه بقات مصدومه، قالت لي ولكن الام ديال سعيد والاب ديالو راهم ميتين. دخلاتها وفرحوا بها وجاو البنيات عندها، اما سعيد ما طلعش فيها الشوفه. بقات مسكينه جالسه واحد شويه وهي تقول لهم انا غادي نمشي في حالي، ومشات وما تبعهاش وما سولش عليها. مشات الام مسكينه في ديك الحاله بوحدها، بقى كيفكر مع راسو. وجات عنده مراته وقالت لي حشومه عليك، الام ديالك دير ليها بحال هكذا، واش بغيتي حتى حنا ولادنا ملي نكبروا يديروا لينا بحال هكذا؟ ما حشمتيش. وبقات كتخاصم عليه، هو يبقى فيه الحال والضمير ديالو فاق. هو يقول خاصني نمشي نقلب على الام ديالي. مشى بقى كيقلب عليها ما لقاهاش، ومن بعد سول وعرف انها رحلات من ديك الدار اللي كانت فيها. بقى كيسول حتى وصل للدار اللي سكنات فيها. وهو يدق في الباب وهي تقول لي واحد المراه على ما كتسول. قال لي راك نسول على واحد المراه وبقى كيوصفها ليها، وهي تقول لي تعطلتي، هاد المراه يلاه ماتت يومين هادي، وراه غير ولاد الدرب اللي تجمعوا هما اللي دفنوها، مسكينه مقطوعه من شجره وما عندها حد. تصدم وما عرف راسو باش تبلا. قالت لي شكون انت اللي كتسول عليها؟ قال لها انا راه ولدها سعيد. قالت لي بلاتي راه خلات لي واحد الرساله وقالت لي لا جا ولدي شي نهار يسول عليا اعطيها ليه. سعيد خد الرساله ومشى لواحد الجريده وجلس كيقرا فيها. ولدي العزيز، انا كنبغيك وما عمرني ما دعيت عليك، واخا درتي ليا هادشي كامل راك كتبقى ولدي، وانا دائما كنت كندعي ليك بالرحمه وبالهدايه. العين اللي كنتي كتلومني عليها دائما
هذيك العين راه عطيتها ليك انت النهار اللي درنا لك سيده، العين ديالك مشات وانا عطيتك العين ديالي باش الوليدات ما يضحكوش عليك في المدرسه ويتنمروا عليك وما تكبرش معاك هاد العقده. وفضلت انني انا اللي نكون معوره وما يكونش ولدي، وانت كنتي دائما كتلومني عليها وعمرني ما قدرت نجرحك ونقولها لك. واليوم انا كنقول لك الحقيقه باش تعرف اشنو درتي معايا. ومع ذلك انا ولدي ما عمرني ما سخطت عليك ولا قلت عليك شي حاجه خايبه، انا كنت دائما كندعي ليك. وهذا النهار اللي انت جيتي كتقلب عليا انا عرفتك بانك رجعتي لله وانك تبتي من داكشي اللي درتي. تهلا في راسك ولدي وتهلا في وليداتك، والله يهديك والله يسهل عليك. بقى سعيد كيبكي الدم عوض الدموع. لقى راسو انه ظلم الام ديالو حياتها كامله وكرفصها وتعدى عليها وما عمره ما شاف فيها وما عمره ما عوضها حتى على شي حاجه من داكشي اللي دارت عليه وداكشي اللي ضحات عليه. هاد القصه فيها عبره لينا كاملين، نتمنى نحسوا بداكشي اللي كيضحيو الوالدين علينا وداكشي اللي كيديروا على قبلنا. وإلا عجبكم المحتوى ما تنسوش الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا على المشاهدة وإلى فيديو آخر بإذن الله.